اما ملي كتجي هادي وتمد عنقها خصك تكون موجد راسك. قبل ما تبدا تخوي البيطون ضروري كدير واحد الدوره متحداله، كتشوف الداله واش كلشي مغيز، كلشي هو هذاك، كتشوف واش كلشي مكالي، تشوف السابوطاج واش واصل، تراقب الفندوات الشانديل ديالهم، السرجوانات ديالهم، كتشوف الرواكل ديال السواري واش كلشي مسمر، كلشي فيه السرجوان. ماشي انت كتخوي من الفوق والبيطون كيخرج من التحت وتولي كتجارى واحد فيه ناديلي 2 عمال. كتشوف الحصول عاوتاني، تشوف الشورشات ديالهم، تشوف الكال ديالهم، تشوف السرجوانات ديالهم. الا كان عندك المسافه ما بين الساريه والساريه الفندوات طوالين كتربطهم للداخل، يعني كتاكد من اي حاجه باش ملي كتبدا تخوي البيطون كتوكل على الله وكدوز امور سلامات. ومن الاحسن في الوقيته اللي كتكون كتكولي كتخلي واحد كيراقب من تحت الداله باش حتى الا تحلت شي حاجه كتحاول تعتقها قبل ما تحل بزاف ويضيع البيطون. انا عارف كاع الحريفيه عارفين هذا الشيء، انا فقط كنشارك هذه المعلومات مع الناس اللي مبتدئين في الميدان. تحياتي لكم، السلام عليكم.